مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما زاجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كظيمات مضى البرق في الظلماء من إضامي مولاي صل وسلم دائما أبدا فما لي عينيك إن قلت اكفو فهامتا وما لقلبك إن قلت استفق يا هيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه
حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تريق دمعا على ضلالين ولا أريضة لذكر الباني والعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وضنات مثل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عادا كحالي لا سري بمستترين عني الوشاة ولا دائي بمنحسين
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حاطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نفسي الشايب في عذالي والشايب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما لي برد جماح من غواياتها كما يرد جماح
والخيل بالنجوم مولاي صل وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول للحديث العمام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من لي براد جماح من غوايتها كما يراد جماح الخيل باللجوم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. ما رن حد عذبت البني ريح صبا وأضرب العيسى حد العيس بالنغم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mati tasalon iki. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah lillahi illa ta'ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abahi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Ali kulli ashabi al-quraba tabi'in tabi'in man tabi'ahum bi ihsan din ashabi rasulullah azwaj rasulullah ashabi rasulullah muhajir wal ansar. جميع أزواج رسول الله مهاتر من أجمعين جميع تابعين وجميع تابعين بجانب الدين جميع أسلافنا أجدادنا أبائنا شهداء صالحون على دينة صالح شاملة كاملة فرد الدنيا ونعم الآخرة جالب لكل خير دافع لكل شر على دينية صالحة شاملة كاملة في آخرة الدنيا ونعم الآخرة. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم مقاصدنا في مقاصدهم على هذه النية وقرة صالحة شاملة كاملة. ونخص خصوصا في هذه الليلة المباركة بذكر حولية الإمام المبارك الإمام فهر الشيخ بكر بن سالم. ونوينا أن نحدث معا إلى روح الحبيب
إلى روح الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد بن شيخ بكر بن سالم، جميع والدينا ووالدكم أمواتنا وأمواتكم، إلى روح الحبيب علي المشهور بن محمد بن حفيد بن سالم بن حفيد بن شيخ بكر بن سالم، والدينا ووالدكم أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين الخاص على دين يد صالح شاملة كاملة في رتب الدنيا الآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، والدينا ووالدكم على أن الله شهر بالمغفرة والدين، وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan malam hari ini niat ngekholi pertama Syekh Abu Bakar bin Salim, kedua Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang ketiga Al-Habib Ali Al-Adni, Habib Ali Al-Mashhur Al-Adni, dan juga Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ala hadiniyah wa kullatun salihah syamilah kamilah fi dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mik. Ndian megere. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لرضا الله تعالى بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل سيدنا أبي عبد الله أحمد بن سليمان الجزولي، إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد كتبان السقاب، إلى الحبيب علي بن محمد الحبسي، إلى الحبيب عبد الله بن موسى العطاس، إلى الحبيب علي بن سقاب السقاب، إلى الحبيب أبو بكر بن محمد السقاب، وإلى الحبيب صالح بن مكسر الحامد، إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، إلى الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، إلى الحبيب محمد بن حسين بعبود، إلى الحبيب علي بن محمد بعبود، إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد سقاب جدة، إلى الحبيب علي بن جعفر علي دروس، إلى الحبيب أبو بكر بن أحمد بعقيل، إلى الحبيب محمد بن عبد القادر الحبسي، إلى الحبيب أحمد بن سالم العدروس، إلى الحبيب علوي بن سالم العدروس، إلى سيد محمد بن علوي المالكي، إلى سيد عباس بن محمد المالكي، إلى شيخ يوسف بن إسماعيل نبهان، إلى كيات وخصوصا الروح حبيب جعفر بن سنة سقاف، حبيب علي بن سقاف السقاف، حبيب القدر بن سنة سقاف، حبيب علي بن سنة سقاف، حبيب عبد الله بن علي سقاف، الحدث ساكن في الروح، حبيب محمد بن إدريس، محمد بن أحمد المهضار، الروح حبيب بن سلف الروح، حبيب حسين بن جعفر الحبسي، حبيب عبد الله بن مكسن بن أبو بكر بن سالم وسليم أبراهيم، وجميع الوالدين والدكم وجميع المسلمين صاحب الولاية يا رب.
وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة يجعلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا بكرة دلال الخيرات على من هو وأسلافنا وجدادنا ورجالنا وشيوخنا وعلمنا والحبيب سالم بن عبد الله الشاتري وعلمنا والحبيب زيد بن إبراهيم بن سميت وعلمنا والحبيب عمر بن محمد الجيلاني بن حفيد محمد حبيب عمر بن محمد بن حفيد أن الله وسنة من نوال حبيب أبو بكر محمد السقاف بن عمر من نواه عبد الرحمن من نواه سياسين الفادني من نواه حبيب أستغفرك من نواه حبيب حسن من نواه أن الله يدهن نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جامعة الخير الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح الباب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك نتوجه إليك بحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك بأسمائك الحسنى ونسألك بأسماء حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دلال الخيرات ونسألك ونتوسل بأوليائك. Mari sama-sama kita memohon hajat-hajat kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat tetangga-tetangga kita agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berantara tawasul dengan dalail khairat. Kita niat semua yang sulit mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat salawat. Yang lagi mampet rezekinya yang kurang lancar mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hajat kita, hajat anak-anak kita mungkin yang kurang baik mudah-mudahan jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha. Mudah-mudahan semua hajat kita, mungkin orang tua kita yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesembuhan oleh kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyidina Muhammad nabiyyuka rasuluk sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma istasana minhu sayyidina Muhammad nabiyyuka rasuluk sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qaraba ilaiha من قول وعمل ونية واعتقاد وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواه فيها سبحانك اللهم تحيات بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian baca Rabbi surah li sadri wa yassir amri sebanyak 10 kali aja. 10 kali tangan yang kanan diletakkan di bawah ketiak di dada. Mari baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri. 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 Rabbi surah li sadri wa yassir li amri.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Kemudian baca ayat kursi kalau bisa satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in 'min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa huwal 'aliyyul 'azim. والله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد
المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المعطي جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المعطي جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد، سيدنا أحمد، سيدنا حامد، سيدنا محمود، سيدنا أحيي، سيدنا وحيد، سيدنا محيد، سيدنا هاشر، سيدنا عاكب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طه، سيدنا ياسين، سيدنا طاهر، سيدنا مطهر، سيدنا طيب، سيدنا سيد، سيدنا الرسول، سيدنا نبي، سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قيم، سيدنا جامع، سيدنا مقتفي، سيدنا معفي، سيدنا رسول الملاهي، سيدنا رسول الراحة، سيدنا كامل، سيدنا إكليل، سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل، سيدنا عبد الله، سيدنا حبيب الله، سيدنا صفي الله، سيدنا نجيب الله، سيدنا كليم الله، سيدنا خاتم الأنبياء، سيدنا خاتم الرسل، سيدنا محيي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك ونسبه سيدنا منجي، سيدنا مذكر، سيدنا ناصر، سيدنا منصور، سيدنا نبي الرحمة، سيدنا نبي التوبة، سيدنا حريص عليكم، سيدنا معلوم، سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاهد، سيدنا شهيد، سيدنا مشهود، سيدنا بشير، سيدنا مبشر، سيدنا ناصر، سيدنا منذر، سيدنا نور، سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصباح سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داع سيدنا مدعو سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حفيظ صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا الحق سيدنا قوي سيدنا أمين سيدنا معمون سيدنا الكريم سيدنا مكرم سيدنا مكين صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا معمل سيدنا وصول سيدنا ذو القوة سيدنا ذو رحمة سيدنا ذو المكان سيدنا ذو العز سيدنا ذو الفضل صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا قدم الصدق سيدنا رحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا غيث سيدنا الغياث سيدنا نعمة الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدية الله سيدنا عروة الوثقى سيدنا صراط الله سيدنا صراط مستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا شفو الله سيدنا خصب الله سيدنا نجم الشاكب سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى سيدنا منتقى سيدنا أمي سيدنا مختار سيدنا أجير سيدنا جبار سيدنا أبو القاسم سيدنا أبو طاهر سيدنا أبو طيب صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو إبراهيم سيدنا مشفع سيدنا شفيع سيدنا صالح سيدنا مصلح سيدنا مهيمن سيدنا صادق سيدنا مصدق سيدنا صدق صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيد المرسلين سيدنا إمام المتقين سيدنا قائد العذر المحجلين سيدنا خليل الرحمن سيدنا البر سيدنا مبر سيدنا وجيه سيدنا ناصح سيدنا ناصح صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وكيل سيدنا متوكل سيدنا كفيل سيدنا شفيع سيدنا مقيم السنة سيدنا مقدس سيدنا روح القدس سيدنا روح الحق سيدنا روح القسط صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كافي سيدنا مكتفي سيدنا بالغ سيدنا مبلغ سيدنا شافي سيدنا واصل سيدنا موصول سيدنا سائق سيدنا سائق صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا مقدم سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا مفتاح سيدنا مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح الجنة سيدنا علم الإيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دلال الخيرات سيدنا مصيح الحسنات سيدنا مكيف العثرات سيدنا مصفوف العجز الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب المقام سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشرف سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب السيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزال سيدنا صاحب الحجة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرضا سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المغفر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب المعراج سيدنا صاحب الغد سيدنا صاحب البراق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا فصيح اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا أذن خير سيدنا صاحب الإسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيد الكونين سيدنا عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا خطيب الأمة سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكرب سيدنا رافع الرتب سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وعمتنا على سنتي والجماعة وشوقا إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكوني أهلا لذلك فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وعزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرف الذي أعطيته وعزا على عز الذي أعطيته ونورا على نور الذي منه خلقته وعلى المقام في مقام المرسلين ودرجة في درجة النبيين. ونسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة الموت على كتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير. واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم على النبي والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya baca sesuai kitabnya masing-masing, suara apa keluar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Suara namparanya yang Bismillahirrahmanirrahim. وابلج حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته يا رب العالمين يا رب العرش العظيم. اللهم يا رب احشرنا في زمرته وتحت لوائه واسكننا بكأسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بلغه عنا أفضل السلام وجزيه عنا أفضل ما جزيت به النبي على أمته يا رب العالمين. اللهم يا ربي إني أسألك أن تغفر وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى الخارج من الأرض والنزل من السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك وأن تغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ورضي الله عن أزواجك أن أزواج الطاهرة أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب أئمة المهدى ومصابيح الدنيا وعن اتباع الطبيب وتابعي التابع المسلمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب الأرواح والأجساد البرية أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتئمة بعروقها وبكلماتك النافذة فيهم وأخذك الحق منهم والخلائق بينك يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك أن تجعل النور في بشري وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. اللهم اجعل صلواتك وبكراماتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عاد ما حط به علمك وأحصاه كتابك وشهد به ملائكة صلاة دائمة تدوم بدوام ملك الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك العظيم ما علمت منها وما لم أعلم وبالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئة والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثمرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد عدد فضلك وصل على سيدنا محمد عدد جودك وصل على سيدنا محمد عدد سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد أرضك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك من ملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرها من الوحش والطير وغيرهما وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك ما يجري به إلى يوم القيامة وصل على سيدنا محمد عدد قدر المطر وصل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله وصل على سيدنا محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد ما صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد ما لم يصلي عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحصى وصل على سيدنا محمد عدد الشجر والأوراقها والمدر وأثقالها وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الأرض مغاربها وجوفها وقبلتها وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى وصل على سيدنا محمد عدد النمل وصل على سيدنا محمد عدد المياه المعذبة وصل على سيدنا محمد عدد مياه الملح
وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وعلى جميع خلقك وصل على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في الجنة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار وصل على سيدنا محمد على قدر ما تحبه وترضاه وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاك وصل على سيدنا محمد عبد الأبدين وأنزله المنزل والمقرب عندك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك بأنك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت اللهم يا من وهب لي سيدنا آدم سيدنا سيدنا شيثا ولسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ورد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا الأيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه ويا زائد سيدنا الخضر في علمه ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا وسيدنا يحيى ولسيدنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنة سيدنا شعيب وأسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبي المرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة ودرجة الرفيعة أن تغفر لي ذنوبي وتسترني عيوبي كلها وتجيرني من النار وتوجب لي من رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت علي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما وذاق كل ذي روح حماما وأوصل سلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلام اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكلفت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبك المصطفى عندك يا حبيبنا ويا سيدنا يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم شفعه فينا بجاهه عندك واجعلنا من خير المرسلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه والواردين عليه من أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه وفرحنا به في عرصات القيامة واجعله لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم فاسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الكرم لا تشبه بما حمل كرسي من عظمتك وجلك وبهائك وقدرتك وسلطانك بحق وسدنا وأجل المكنون المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك وبحق الاسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهر فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك باسمك العظيم وعظمتك
عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام بالأسماء دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا خضر عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام بالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبك وصفيك يا من قال وقوله الحق والله خلقكم وما تعلمون وما تعملون ولا يصدر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمي وقدرك وقدره كيف يكون كما ألهمتني وقضيت لي بجمع هذا الكتاب ويسرت علي فيه الطريق والأسباب ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبت حبه عندي على حب جميع الأقرباء والأحبة أسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقني وكل من أحبه واتبعه شفاعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب وأن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي يا وهاب يا غفار وأن تنعمني بالنظر إلى وجهك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد وثواب وأن تتقبل مني عملي وأن تعفو عما أحاط علمك به من خطيئتي ونسياني وزلالي وأن تبلغني من زيادة قبره وتسليم عليه وعلى صاحبيه غاية أملي بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجاوزيه عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل وأتم وعم ما جازيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عندما خلقت من قبلك أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئة والنجم منيرة ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله ملء أرضك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في 7 سماوات وأن تصلي عليه وعلى آله عاد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة قطرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. Yang belum selesai teruskan, lanjutkan. Yang sudah selesai buka halaman 142. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala badri tamam. Allahumma salli ala nuril dhulam. Allahumma salli ala miftahi daris salam. Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam. Allahumma salli ala badri tamam. Allahumma salli ala nuril dhulam. Allahumma salli ala miftahi daris salam. Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam. Allahumma salli على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على شفيع جميع العالم. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام.
اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح برحمة اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام يا رحمة الله إني خائف وجيل يا نعمة الله إني مفلس العاني وليس لي عملا علك عليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن عماني من سر الحياة ومن سر الممات ومن عراق جسماني فكن إياي الذي ما بعده فلس وكن فكعاك من أقلاني سياني تحية الصمد المولى ورحمته ما قدت العرقى في أوراق أغصاني عليك يا عروة الوثقى ويا صلة العوفى وممده روحي وريحاني الفاتحة سيدنا أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وجميع الوالدين ولكم الحدين ولكل رسول حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر العصر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اصر بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكفي بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصل بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها هوبتنا وانصرنا بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها كربتنا واجعلنا نورا واجعلنا نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا
وفي قبورنا واحشرنا وننشر بذلا يوم القيامة على رؤوسنا وسجل بها موازين حسنات وأدم بركات علينا حتى نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا الله. وعلى آله وصحبه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحوا مستبشرون ولا تفرقوا بيننا وبين حتى تدخلنا مدخله وتعويل إلى جوارك الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم آمين. ولم نراه فمتعنا الله اللهم في دارينا في الرؤية وثبت قلوبنا على محبتي واستعملنا على سنتي وتوفنا على ملتي وانصرنا في زمرة النجية وحزبه المخلصين ونفعنا بها توف علينا قلوبنا من محبتي صلى الله عليه وسلم يوما لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا هوسه الأسفى واسقنا بكأسة الأوفى ويسر علينا زيارة الهرميك وهرمه من قبل أن تمئتنا يا الله. وأدم علينا بإقامة بكرامك وكرامه صلى الله عليه وسلم إلا أن نتوفى. اللهم إنا نستفيق به إليك إذ هو أوجاه شفائك إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم أن أقسم به حقي علينا ونتواصى به إليك إذ هو أقرب وسائل إليك. نشكر إليك يا رب نشكر إليك يا رب قسوة قلوبنا وأكسل ذنوبنا وطول آمالنا وفشد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعة وحجتنا على مخلفات فنعم المستكى إليه أنت يا رب إنك نستنصر على أعدائك فانفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاتنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. اللهم وإلى جنبي رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبيدنا وببابك نقيف فلا تتردنا وإياك نسألك فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا آمين خوفنا وتقبل عملنا واصلح أحوالنا واجعل بطاعتك أشغلنا وإلى خير كمالنا وحق بزيادة آمالنا واختم بسعادة آجالنا. هذا زلون ظاهرا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونحيتنا فارتكبنا ولا يسألنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير معمولين وأكرم المسؤولين إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah para hadirin hadirat, para jamaah rutin jalsa rebuan pengajian bulanan Rebu Paeng ambil Rebu Manes. Alhamdulillah salastarena perai libur panjang, libur pasaan,
libur terlasan, kula panjenengan bisa apolong boleh dalam pengajian matur moga catet amal saya istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat, termasuk salah satu tanda sebut lagi salah satu ulama, kon lek pengin ro amalmu sing wingi ku diterima apa ndak mbek pangeran. Kon kamu kalau pengen tahu amal kamu yang kemarin itu diterima apa ndak oleh Allah, lihat setelahnya, besoknya kamu mau ngamalkan lagi apa ndak. Montero tawa sampean amal saya tahun beri, pasaan Ramadan saya tahun beri, etrema panjang congok pasaan tahun ada. Mon kakek lebih kenceng ngaji tembung pasaan saya beri, amal saya beri etrema. Jadi gitu. Etrema ya diterima sama apa dibalas ganjaran beda. Kalau kamu diterima akan diberi pertumbuhan oleh Allah lebih banyak dari saya beri. Makanya Nabi itu ngomong al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, katanya. Orang yang beruntung itu siapa? Orang yang selalu menekan nafsunya, dia lebih banyak mengamalkan untuk sangu marena mate. Orang yang bagus dia siapa? Orang yang amalah lebih bagus tembang beri. Beri sampean bisa mencetak 10, setia 11. Nah itu. Katanya ulama, kamu kalau pengen tahu amal kamu yang kemarin itu diterima, diridhoi apa enggak oleh Allah, cek. Besoknya kamu ngerjakan lagi apa enggak. Termasuk salah satu bukti Allah nerima Ramadannya sampean setahun beri, Ramadan tahun ada sampean apa lagi ya. Nah itu. Sampean terawih tahun wingi, tahun saiki terawih seneng, biasa. Ndak tambah males, ya ndak tambah apa. Sampean seneng ngaji tahun wingi, tahun iki sampean ngaji maneh. Paling ndak pas. Wingi iso hatam ping 3, tahun iki hatam ping 3. Beri hatam 3 kali, setiap hatam sekali, ya ini nyorot. Nah itu tanda satu bukti, katanya ulama. Lah mandar muga tahun wingi sampean ngaji, tahun saiki ngaji maneh, mandar muga sing tahun wingi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, melanjutkan langsung ke pengajian rutin, yaitu pembacaan Risalatul Mu'awanah, kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Melanjutkan pengajian yang sebelumnya, semoga jadi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi sairus sholihin ila an qala al-muallif, sampai ke pembahasan ucapan Habib Abdullah Al-Haddad, wa alaika bil ihtirazi anin najasat kulliha fa idza asabak minha syai' ma'ar rutubah fabadir bi ghuslihi wa idza asabatka janabah fabadir bil igtisal fil hal fa innal junub matrudun an hadratillah walidzalika haruma alaihi al-lubthu fil masjid wa tilawatil Quran. Ucapan Habib Abdul Haddad, wa alaika bil ihtiras, seyogjanya sampean kudu njogo, sangat menjaga anin najasati, ojo sampai sampean ku kena najis. Nah, alaika bil ihtiras, kamu ini harus sangat menjaga jangan sampai terkena najis. Kullah, macam apa saja najisnya. Najis yang ma'fu najis seringan, teman coon cecek dan lain semacamnya. Najis yang yang sudah tinggal baunya tok, beda teman cok mare berseen, angel melarat aeng, titik gosok tok bi betoh, kita siram aeng. Ainnya bentuk najisnya teman coon lah tade. Bernana tade king bau negi beda. Nah, hindari apa saja bentuknya, yang ringan, yang berat, yang umum, yang biasa, atau yang gampang, atau yang bisa dimakfu, bisa dikasih keringanan oleh syariat, hindari. Lebih-lebih idza asobaka, tatkala sampean ku kena najis,
sing ono rutubah, ono les-telese, najis yang bukan najis garing, najis yang berdecah-becana, najisnya yang ada lembek teles-telese, temancoan cek-cek dan lain semacamnya, seberdecah-becana, fabadir bigoslih, ojo ngenteni kok diumbah, langsung umbahan, langsung cucian. Saya tidak mau sholat, tidak mau ibadah, cepet sucikan. Karena apa? Di dalam cepet-cepetnya sampean menyucikan diri dari najasah itu ada nilai ibadahnya. Cepet-cepetnya sampean berseni awak teko najis, berseni kelambi teko najis, berseni panggonan teko najis, cepet-cepet tok iki oleh ono nilai ibadah. Ono nilai ibadah. Paham? Upamane gawe salat. Makanya kayak gini. Ya iki wis umum ya. Umumil balwa iki apa? Repot ngereksoni. Contoh teman cok najem. Biasa kan mon ring ketangi, teman cok dia mode teman cok tak langsung bersihin nanti asar ya polong gak ada bode sepolo baru sore bersihin kan ya. Gini. Nah, ring ketangi Jupati itu. Bode teman cok pagi masih hitung, duhur lah temu lema, asar bode sepolo baru dibersihkan. Iki lah iso langsung bersihin nih, jangan ngenteni sore. Lah iso. Cepet-cepetnya sampean kok ono nilai ibadah nih. Padahal ini umumil balwa. Termasuk najis yang umumil balwa. Apa umumil balwa iki? Repot ngereksone. Repot ngereksone maksudnya koyo contoh engak lala mari ning gek kecelatong, ning gek kesampean. Ndak remajagen. Lah ini dalam syariat ini sudah dianggap najis yang umum. Maksudnya bisa dimaafkan. Tapi hati-hati harus. Dimaafkan tapi hati-hati harus. Engak teman cok najem. Ndak remajagen kana. Nah kan repot. Berarti ini, maksud itu guna terus bungkona sampean benar ya dan bungko kan enggak. Jadi gitu. Tapi kalau bisa usahakan secepat mungkin membersihkannya. Itu contohnya teman cok cek banyak kan kau bungko teman cok cek. Riamon bisa jangan nunggu seminggu sekali. Berapa jam sekali cek. Karena takut ketika sampean ada ibadah sampean enggak sadar iku mang ono najisi. Karpet, contoh karpet kira. Karpet dia kan lanjeng merah dia. Koncon karpet ini beda teman cok. Kira-kira sampean bojeng mikir dina sah apa ndak? Ayo, ini karpet 1 meter. Pinggirnya sana ono tembelai. Sampean sholat di gini sah apa ndak? Sah, soalnya sing najis di kono. Tapi sing afdol bersenono. Ngono lho. Bersenono. Paham ya? Idza asabatka janabah, lebih-lebih katanya Habib Abdul Haddad, kalau bisa lagi kalau sampean itu tertimpa atau sampean itu dalam keadaan junub, fabadir bil iktisal, cepet-cepet to adus, cepet-cepet to suci no awakmu teko junub mang. Junub. Kalau sampean junub, cepet-cepet bersuci. Aduh, musim dingin, Beb. Ya apa sing adus? Wudu oh. Jangan ajak yobu, junub aja yobu, paham? Arapa bolana gini lagi. Fabadir bil iktisal fil hali, kalau bisa sangat dianjurkan kalau kamu itu junub cepet tok adus fil hal langsung adus. Apa? Fa innal junub, karena uang sing junub iku matrudun, itu tertolak an hadratillah, dari rahmat pangeran. Beda orang junub, di pangeran tak ngerahmatin. Coba sampean roh iya bos bi pangeran mon beda orang junub sampean mare esa junub nanti subuh man dia dari esa sampai subuh tak iya bos bi pangeran sampean tak congok. Paham? Lemon tepak ria sampean lah tak congok pangeran tak iya bos pangeran pangabosna pangeran nek esena rahmat, esena penjagaan, esena barokah, esena himayah. Uang lek diperhatikno mbek pangeran, iku tandane pangeran ngrekso wong iki, njaga wong iki, ngerahmati wong iki. Makanya uang lek mati duwe wudu, iku mati husnul khotimah. Apa? Mati dalam keadaan rahmati pangeran, milih nyang wong iku. Lek sampean tepak junub, rahmati pangeran ndak milih, berarti apa? Mun la pangeran tak kendeken, berarti saya kendeken setan. Beda orang mati junub, mati suul Tima, makan tete. Matrud an hadratillah,
tertolak, Allah berpaling dari dia. Haruma walidzalika, makanya disebutkan dalam syariat, dalam fikih, haruma alaihi lubsu wa tilawatul Quran. Makanya uang junub itu udah oleh menang di masjid. Ndak oleh maca Al-Qur'an, boleh apa? Boleh pangeran tepak gak seneng nyawong iki. Meneng tok di masjid ki oleh ganjaran. Sampean tak andi wudu, pokok tak junub ya, tak andi wudu nang tok di masjid oleh ganjaran, napa boleh andi wudu. Tapi lek junub ndak oleh menang di masjid kecuali darurat, lek metu ke masjid sampean mati. Ono bom, ono perang, ono tembakan misalnya, menang di masjid tidak apa-apa. Daruratnya, tapi kalau sampai seperti itu, kalau darurat biasa, ndak banjir misal, banjir raja. Keluar dari masjid, kelanyok sampean mate. Nah masjid tak apa-apa, makanya junub. Daruratnya yang seperti itu ya, yang sangat parah daruratnya. Kalau ndak parah ndak. Makanya itu, jangan sampai diem dalam keadaan junub. Orang junub ini gampang dijedeki setan. Lek ndak iso suci, cara nyuci no junub ki apa? Harus mandi. Paling enggak kalau sampai ndak bisa suci dari junub dengan mandi, sampai ringankan junubnya. Junubnya hilangkan, junubnya itu dipalingkan dulu dengan apa? Kelawan wudu. Wudu sampai turu misalnya. Sampai alakoh jam 7 malam. Mandi nanggung nanti subuh, mandi dikit tedung boleh subuh dikit. Takut wudu boleh, akhirnya tedung sampean dalam keadaan junub. Jangan wudu osik mari wudu turu. Engkau subuh adus. Junub ini gak bisa hilang dengan wudu ya, gak bisa hilang dengan wudu, gak bisa hilang. Junub ini harus dihilangkan dengan mandi. Ingat, cek moro subuh kelepain tak mandi moro-moro wudu bejeng sengak bejeng kodoen bejeng oleh saking tak notopen, paham? Tanggungannya tetap ada karena sampai tidak suci. Makanya junub itu harus mandi. Kalau sampai tidak bisa mandi, misalnya sampai tidak bisa mandi, wudu osik. Paling tidak kalau sampai tidak bisa wudu itu bersihkan kelaminnya dibersihkan, tapi yang afdal wudu. Bersihkan dulu baru wudu, tata caranya itu. Baru sampai tidak apa-apa. Tidur dalam keadaan punya wudu tidak apa-apa. Tidak akan berpaling Allah dari orang yang seperti itu. Nanti subuh, sebelum salat subuh mandi kada baru bejeng, baru sah salatnya. Paham ya? Waqad warada annal malaikah la tadkhulul bait alladzi fihi al-junub. Sebutkan dalam satu keterangan, malaikat tidak mungkin masuk ke satu rumah yang di dalamnya ada orang junub. Bodoh yang junub sampai hafal Quran sebungkong, ngaji kabi, ahli Quran semuanya. Yang ini baca Al-Quran, sampai nanti anak lemak hafal Quran kabi, mulai esah ngaji sampai subuh. Bodoh situng, bapak junub malaikat tak nege, walaupun 5 orang baca Al-Quran. Paham? Apa boleh tak teman ngaji? Sedurung tedung san rasan, sabo san rasan, borung san rasan, tedung tadi wudu, junub penyakit saya masuk. Juga tedung dia, siapa rem mereka nak rem colok, kaget tibi sing ngujung jin ya paham. Salah rumah tidak pernah diwaca Al-Quran, turu tidak pernah gaya wudu, tidak pernah maca doa, tangi turu, tidak digani sholat, tidak diwaca Al-Quran, sering hadas, isine san rasan, tak bacain kitab, tak bacain sholawat, tak bacain zikir, tak ada dengan reng soleh, tak kenangan rutinan, tak yentaren tahlilan, surem. Tedung tak pernah diwudu, tedung junub, ya Allah. Inilah apa ya, orang remon biasa ekolonen setan. Sampai lihat sudah, sampai bayangkan. Ini secara akal-akalan, tak usah kitab ya. Tak usah tap kitaban. Coba sampean pikirno. Sampean sing pernah sowan yang umai siji kiai, coba rasakno mbek ketika sampean masuk yang omane sampean dewi. Orang remon lebu kebungon kiai biasanya kan enggak padeng ya. Enggak terang, jember kate ngene iki. Padahal lampunya biasa pada debik lampunya sampean. Tapi jember, lebur nyaman. Padahal kan ngene copek. Cuman berapa meter, tapi tojuk lo jember, enggak padeng. Coba rasa nombek masuk umamu dewe. Lampu no rajuh, enggak peteng, sorem. Ke atero ngekek.
tak lega kate. Apa? Iku bedone wong sing omahe sering di ngajeni, sering digawe ibadah, sering diizini ibadah, ambek wong omahe sing enggak pernah di ngajeni, enggak diizini ibadah. Itu sudah. Baitun katanya Nabi, rumah yang biasa dibaca Al-Qur'an, yang biasa diisi ibadah, yang biasa diisi dengan ketaatan, itu bagaikan bintang di atas langit. Sampai kan semakin nyongok bintang kan lip-kelip ketelak tepote. Ria malaikat nyongok situng kenengan, saya biasa kenengan ibadah, enggak sampai nyongok bintang. Bungkona sampean, kenengan tempat yang biasa digunakan untuk ibadah, itu malaikat ngelihat sekarang ke bumi itu kayak bintang, kayak sampai ngelihat bintang, padeng. Jadi gitu. Katanya waroda malaikat tak kira masuk ke situng bungkoh sebeda orang junub. Wa idza dhahabatil malaikah ja'ati syayatin. Mon malaikat lah tak seneng ke situng kenengan jua, enggak seneng yang umaiku yo setan sing teko. Ja'ati syayatin min kulli nahiyah, dari seluruh arah. Bungkoh mun letak kenengan ibadah, tak andi wudu orang makin lebedu kenangan setan. Ki bodoh, kadang bodoh orang nyari jimat dosa. Ki sakit we. Siapa sing ngirim mereka anak dukun sih kan? Bener dukun sih kan mah. Kakek sing ngonceng penyakit. Jadi gitu. Ini wudu para. Ini barokah atau rahasianya wudu. Barokah atau rahasianya wudu. Saya tuh punya cerita di Sidogiri ben ono siji arek. Arek iki min. Ngerti min sampean? Tahu min? Gue kacamata roh, terahum, paham? Bahasana sampean terahum, gue kacamata, min. Si ono arek, sampai saiki si ono santri Sidogiri. Anaknya itu agak cacat. Itu apa ya? Dia tuh dapat amalan atau dapat arahan dari satu ustadz, kon lek pengin waras. Kacamata iki perhatiin tebel, perhatiin benengak ria kan. Kacamata aja, tepesnya pada, tipisnya kacamatanya orang tuh sama. Cuman yang bedakan tuh minsnya, kadar minnya. Orang itu walaupun kacamatanya tipis kayak gini, kalau minnya itu 5, tebel cara. Ini akhirnya apa? Ebelen bis itu ustadz sampean montro beres ya, babenya wudu, babenya baca Al-Quran. Elakonen akhirnya. Bitangan cah itu elakonen, beres berarti saya nyaksikan sendiri. Ketika dia tuh sembuh, saya nyaksikan sendiri. Sampai setia. Montak pertaja sampean, ayo laku ke bungkoh, nyambi pese 1.000. Ya teragi nabi kok ke orang. Orang beda ki odi, tangan cah, ki odi beda bengel. Nyambi pese 1.000, cabis dikit. Nyaman kok nyambi sampean, ngui solar entar ke bengel dia, gratis ya. Itu masih ada orangnya. Alafu ya orangnya itu cacat. Cetak aja rajo. Biasanya nyongok YouTube nak kan alumni Sidogiri tahu deh. Cetak rajo juga kan. Cacat, min tebel minnya itu. Kacamata juga nak. Enggak kaca naria, kaca masjid deh tebel gara. Minnya itu lebih dari lemak. Petok berempat tak tahu sudah. Itu mon ngaji, ngui kacamata ya, mon mecang ngui kacamata nggak ria nyongon. Akhirnya dikasih arahan sama salah satu orang itu suruh perbanyak wudu sama baca Al-Quran. Wudu terus dia wudu, baca Al-Quran sampai beres, sampai sekarang tidak pakai kacamata. Ini kisah nyata ini. Bener cerita dari Demak, bener cerita dari Mekah, dari Arab, bener cerita dari Bengel, cerita dari Sidogiri. Saya tahu sendiri orangnya. Banyak orang seperti itu banyak. Sampean kalau tidak percaya. Mensampaikan mon mitong pese tak teman salah kan gi. Mitong pese saya biru, saya merah tak teman lopot kan gi. Saya berna biru, saya suka tebu, saya tak pernah lopot kan gi. Jajal suruh baca Al-Quran. Nyari Al-Quran saya tulis rajo, lampu kok padeng. Lampu ini kan ada masanya, setiap tahun lampu ini pasti berkurang. Keterangannya lampu ini 15 watt, sampai yang sudah 5 tahun pasti agak redup.
tahun bori padeng ngaji masjid, tahun bori mulai padeng, tahun bori mulai padeng. Oleh 3 tahun ngaji masjid. Lampu pancet 15 watt, keng matana sampean ria, lampu ria sudah berkurang kekuatan daya terangnya, nyala lagi masjid, rumah masjid anak mek bureng, bener bureng. Lampuna noron kekuatan matana sampean tambah are tambah tua orang ria. Lah itu sampean kalau sering ngaji, bener gun pasaan tok, mon kakek pasaan tok ngaji ngajua, mek bureng lampu masjid dengan mon benar sedurung pasaan kakek lah ngaji bungko tak kira bureng, makanya petang lampu nyongok padeng area terang. Saya tahu abah saya itu kan min ya, sampean yang nututi abah saya kan pakai kacamata yo. Sampean ru abah iku gawe kacamata, tapi lek moco tok, lek melaku ini ndak gawe kacamata, itu plus namanya. Kalau min tuh kayak saya gini, pakai kacamata terus. Jarak pandang jauh rabeng. Mon jarak pandang dekat wah plusnya mana? Abah itu jarak pandang dekat. Abah iku aku nututi dhewe. Biyen ku ndek omah iku ana kursi kan ya, sing ro sampean omah kidul iku, ruang tamu iku ana kursi kan. Iku lek subuh abah ngaji biasanya. Orang subuh para hadirin tok ngantok ke orang. Mata itu belum sehat. Iku kadang aku sering delok abah iku lek ngaji kadang gawe kacamata, kadang ndak gawe. Nyongok ngari ya para hadirin, nyongok dari jauh. Sampai saya noto tentang bungkus lambek beda mejo, ya kursi sudah, kursi mau tambahan meja kan meja kenek kaca. Is dele dek kono Quran ini, dele ini kadang diceceli surban ini moco. Kadang gawe kacamata, kadang ndak benjobu. Kadang akean gawe kacamata, tapi sama mau ndak gawe kacamata. Kadang tak omesan kan abah nih kata omesan, malah kalau payahnya buat kacamata liban tak tahu lah. Jadi selang ngaji lah itu. Kan tak omesan yang penting nututi abah, kadang abah itu kan ndak omes wonge. Dolek endi kacamata. Keselip lali, mang dolek endi lali. Wis ndak gawe kacamata wis ngaji. Ngaji biasa ngene. Al-Qur'an, si ono Al-Qur'an sampai saiki. Al-Qur'an merah. Ngaji ya wis tak gawe kacamata, ku sebu ngaji. Biasa. Sampeyan kan gue kacamata lampu kudu wedeng ya. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi gitu. Wahdhar an ta'kul aw tanam wa anta junub fatata'arrad bidzalika li afat adidah. Nah, ini wahdhar, hati-hati ojo sampean tuh takul mangan aw tanamu utawa turu wa anta junub dalam keadaan junub sengak tete jak sampai nek ngakan utawa betedung utawa nglakone napa bae dalam keadaan junub. Apa? Karena tata'arrad gara-gara iku lek kon junub mangan, kon junub ngombe, kon iki dalam keadaan junub turu tata'arrad sama halnya kamu menyodorkan dirimu li afatin maring kebahayaan, maring poro bahaya, maring penyakit sing akeh. Hati-hati makanya orang itu yang makan disebutkan dalam satu keterangan daripada di antara manfaatnya uang wudu iku para hadirin panganan sing dipangan dalam keadaan uang iku duwe wudu, dalam keadaan uang iku suci, panganan mang per butirnya akan baca tasbih di dalam tubuhnya sampean, akan baca istighfar dalam tubuhnya sampean. Maka nih panganan sing dimasak atau sing dipangan ketika sampean dalam keadaan wudu itu panganannya akan membuat sampean tambah semangat ibadah. Salah lakola tak andi wudu, ngakan tak andi wudu, abusan rasan bonare. Aduh, bajing sepu je lah lambek pakun dua berarti jamnya sama. Ada apa ada? King mau tepak lesoh. Malah sepu anak tedung kita lega lah sepunya lagi sepuna. Bener sepuna saya salah. Abek rederer ya banyak tak bagus ngelakon nak ibadah. Jadi gitu. Tubuh yang banyak barang halalnya terus bagus. Halal. Saat duringi mangan mau coba bismillah. Mangan pakai tangan kanan. Sunnatin Nabi dilakoni. Iku dadi obat. Saat duringi ngombe bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi, sunnatin Nabi, ajaran Kanjeng Nabi kabeh lek dilakoni dadi obat gawe awake sampean, dadi pangareksa, dadi penjagaan bagi awake sampean. Iki. Hati-hati. Jangan sampai sampean kumangan utawa turu wa anta junubun lan sampean dalam keadaan junub. Tata'arrad apa? Karena lek sampean dalam keadaan junub fata ta'arrad moko sampean padane sampean niku ngemajukno, nyugukno, nguwanikno awake sampean li afatin adidah ngadepi afat mara bahaya adidah sing akeh. Hati-hati.
Fa'in ajasta, lek sampean ndak iso anil ihtisal, mandi untuk membersihkan junubnya sampean, fala ta'jiz, maka jangan sampai sampean tidak mengerjakan an ghuslil farji wal wudu, jangan sampai ndak wudu. Lek gak iso langsung adus, ojo sampai sampean tidak mensucikan dengan wudu dan nyewok. Jadi lek ndak iso adus, kate turu tengah wengi ndak iso adus langsung, cewok dhisik, wudu dhisik baru turu. Baru turu. Jadi seperti itu. Kalau sampean mau makan, misalkan aku junub ya apa lek adus dhisik tak melo iki mayoran kok le. Mau junub mayoran tak melo mun mandi gak ada le. Dentek abi di era korak. Ayo tulian tak usuk. Wudu gak ada, socen gak ada. Apa farjina socen gak ada, ngalah wudu ngakan Mas. Jadi seperti itu atau tidur. Jadi gitu. Ini berarti wa alaika bitajdidil wudu. Dan juga dan seterusnya selanjutnya insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya insyaallah. Amin Allahumma. Matur dadi ilmu se manfaat, matur dadi ilmu se barokah, matur dadi ilmu se bisa nyoba bagi kula panjenengan nika tambah semak ada ke Allah Subhanahu wa taala, tambah semak ada Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Ben wudu nika para hadirin termasuk salah satu min asbabi taisir rizki. Termasuk salah satu sebab melancar rezeki. Mentak pertaja sampean. Bu ibu saya biasa manja ke sabe. Cecil wudu sedurung berangkat. Cecil. Cek bitabit seminggu bae ben manja wudu sampean. Ben ke sabe macol wudu kada. Tak usah macam birit lah wudu berangkat lah. Petong minggu seminggu bae rasa aki. Beda. Min asbab taisiri rizki. Termasuk salah satu sebab orang itu rizkinya lancar. Tidak tahu ya apa caranya, wallahu alam. Kanjeng Nabi pokok nerang ngaji tak tahu tak pertaja menilakonan bakal terjadi. Lebih mantian omong Kanjeng Nabi tembang kepertajaan sampean. Itu termasuk min asbab husnul khotimah. Wong lek mati dalam keadaan duwe wudu dianggap mati dalam keadaan ibadah. Lho dak remah beb, orang yang mentedung kan tak mungkin andi wudu tuh. Mentedung kan betal wudu, iya kan ya? Termasuk yang membatalkan wudhu kan tedung. Kakek mau wudhu kada sedurung tedung, dikira tedung itu sampai jaga yang kapan diwudhu sampean. Nah, ketika sampean tedung tak sengaja nyeding sebine betal wudhu. Anda pokoknya kon kate turu wudhu dhisik, di tengah turu kon nyeding nang bine apa tak sengaja sampai bangun dianggap wudhu. Beda halnya mun kakek melak tengah malam tedung, jam situng melak pas neguk sebine. Ucan Habib pokok mon diwudu tedung sampai subuh yang kemudian diwudu ya beda. Mon tak sadar kakek mon tengah malam sadar jam situng sadar nyeding sebine sadar ya batal wudu boleh. Sampean wudu sedurung tedung wudu pas ajima bisa bine. Hilek tak apa-apa lek orang mon diwudu ya yang kemudian diwudu sampai juga tedungnya. Oh mon tak sadar, mon sadar tahu saya kemas molos saya kemas kasar ya beda paham. Pahami itu wudu min asbabi taisir rizki husnul khotimah. Kunci orang kalau pengen mimpi Kanjeng Nabi harus punya wudu. Kakek ahli sholawat benar maca 10 juta tedung tak di wudu tak kira ketemu Kanjeng Nabi. Tak kira ketemu Kanjeng Nabi. Wis ndak usah ngelakoni amalan sing lain, wudu terus wis. Niat no, ya Allah saya wudu ini niat ngelakoni sunat Kanjeng Nabi, mek bola mimpi Kanjeng Nabi, itu bisa menyebabkan sampean mimpi Kanjeng Nabi. Mimpi Kanjeng Nabi. Mimpi saya temu bi orang dalam keadaan orang ri andi wudu kebi bagus. Kebi bagus. Mampean tedung andi wudu. Pas tengah tedung mimpi tabung patek, kekek patek. Bagus, jaga tedung bagus. Beda orang nyeher atau apa, enggak masuk. Wong kok mimpian labu dari gunung bagus. Niati sudah. Oh pasti saya kaya setelah itu sogiongku sampai lagi. Mimpi kecan orang je mon mimpi keke olar iki gigi letak aduh jangan wudu mimpi apa ae kon lek turu durung turu sampai wudu mimpi apa kowe aja udi. Pokok mon kakek di wudu ya di wudu. Sedurung tedung maca bismillah di wudu mempe napa bae mempe bagus napa boleh mempe bagus mempe coba je takok insyaallah aman benar insyaallah Nabi yang ngomong di kitab orang-orang soleh banyak ngomong orang yang tidur dalam keadaan wudu fahuwa fi himayatillah katanya orang yang tidur dalam keadaan punya wudu fahuwa wong iku fi himayatillah di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala
Mun kakek andik sekap, andik jimat, boh atosan jimat. Se kaju, se beto, se kalep ruwawo, se kemos, se lancung, se pandok, se sapu lidi apa bahasa Maduran? Sapu lente, bodo petong biki, tak lain karet, sempen, tedung, tak andik wudu, tahu saya kekek olar, kekek rengek, laku bareng lagi, hangguan dia. Pokoknya saya kepala. Jadi seperti itu. Nikah ketipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Melancarkan rezeki, husnul khotimah, bisa mimpi Kanjeng Nabi. Banyak manfaatnya wudu. Termasuk salah satu kedokteran para hadirin. Bodi situng dokter nikah ngocak, kakek mon sampai nikah andik darah tinggi, mon sampai lebu kejeding, cek langsung mandi, mon pagi. Insya Allah mon sampai sering mandi pagi, andik darah tinggi, juga pagi langsung mandi, insya Allah tak habis sampean. Insya Allah lekas depak ke kuburan sampean. Makanya dianjurkan, dokter nikah ngocak, dianjurkan untuk membasuh tangan sama kaki terlebih dahulu. Kenapa? Karena sokor ya, banyak sarap, beda sarap, gampang ngejit. Lemon sokor juga tedung kan abar angak mon juga tedung para hadirin. Lebu kejeding tak sandalan, keneng celep nyengak teng ongke labu jeding mate. Makanya orang yang di darah tinggi saya enggak loh lebu kejeding nganggo sandal ria sunnah ta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi manfaatnya sunat. Lho iku awak iki lek dibasuh sik tangan niku, tangan dibasuh, ambek sikil dibasuh, buru adus, iku awak iku wis kendor. Lha kan tanang bisa kon iki termasuk organ yang harus dibasuh ketika wudu kan ki. Wudu kade, muari beco kade, tanang beco kade, soko beco kade, mari jela mandi. Ini manfaatnya wudu. Banyak diterangkan oleh ulama itu, termasuk orang yang sakit lambung. Orang yang sakit lambung nih para hadirin tak keneng aing celep sakit. Enggak sakit loh. Saya ngerasakan diri kemarin saya sakit lama sakit lambung, jua. Oh keneng mandi loh sampai saya pasang air hangat itu. Gara-gara sakit lambung sakit. Tapi kakek mon mandi sedurung mandi pelemes kade ora ria. Seram kade tanang, seram kade soko. Cetak resoro eosap, cek keneng aeng, bener seram aeng, eosap bi aeng. Lah kan daripada bi wudu bayar apa kok legenjeren. Lah itu baru kok adus siram didik-didik kiri dulu, bagian tubuh kiri kanan dulu, baru ndak popo. Tak rasakno iku. Kon lek ndak percaya tak dungakno mandar loro lambung kon meneh cek iso ngrasakno. Ya apa? Carane wong adus lek loro lambung kok ngono jarene. Siram sik didik-didik tangan kanan kiri disiram dulu, kaki disiram dulu, rambut diusap, mari ngono adus siram mau didik. Iku ndak kira loro, tapi kon lek langsung adus ngene loro kulit iku. Nek ndak percaya tak dungakno mandar kon meneh loro lambung. Cek iso ngrasakno manfaate wudu koyo apa. Lu kan wong lek ngusap endas mbek tangan, mbek sikil kan padha mbek wudu. Lek aku niat wudu kan oleh ganjaran aku. Wudu ae. Ini manfaatnya. Secara kedokteran banyak dan lain semacamnya. Termoga barokah, bermanfaat. Ala dunia qultu salih syamil kamil fi dunya wal akhirah. Jali balikul khair dafa balikul syarr. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. Rebuan boleh 2 minggu. Manis, boleh boleh.